السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الكرام، من حقنا كمغاربة أننا نشجعوا المنتخب الوطني لكرة القدم، كيف ما من حق أي شعب أنه يساند الفريق ديالو. فنحن كمغاربة رغم الأزمة والظروف المادية والظروف المعيشية اللي كيمر منا الشعب المغربي في هذه الأيام، إلا أننا بغينا نفرحوا. والحمد لله المنتخب الوطني المغربي اللي حاليا في قطر واللي كيلعب الادوار في كأس العالم اللي منظمه كما قلنا بدولة قطر، الحمد لله فرحنا في واحد العدد المباريات، وكنتمناو له يمشي بعيد في هذه المنافسه هذه. ومن حق كل مغربي وكل مغربيه انهم يفرحوا بالمنتخب ديالهم. فالمشجعين والمشجعات في دولة قطر يساندون الفريق الوطني المغربي، كما أن الجمهور المغربي داخل المملكة المغربية بطبيعة الحال كيشجع المنتخب الوطني المغربي وناسي الأزمة. فمن حقنا أننا نفرحوا ومن حقنا أننا نتفرجوا. فللأسف كنشاهدوا واحد الظاهرة اللي ماشي في الصالح بالدين ديالنا، ماشي في الصالح الثقافة المغربية الأصيلة، أننا نشوفوا بنات مخلطين مع الرجال في القهاوي كيتفرجوا في المنتخب. هذا ماشي دليل على أن البنات ولا النساء ما يتفرجوش في المنتخب الوطني المغربي وما يشجعوهش، بل بالعكس شجع المنتخب ديالك في الدار ديالك. غتقول لي ما عنديش شي فين نتفرج، كاين هناك طرق وكاين اساليب باش اننا نتفرجوا. فكاين بعض الاقمار اللي كنقول جميع المباريات كأس العالم، وغتقول لي ما عنديش مثلا ديك القمر هذاك. فمن الاحسن ومن الاجمل ان المرأة تبقى في الدار ديالها، ان الزوجه تبقى في الدار ديالها، ما تهوسش ولادها ولا تسمح في الدار ديالها وتمشي باش انها تخالط مع الرجال وتشم نسمة القرو والصداع وتخسف الهضره وما شابه هذا الشيء هذا باش انها تشجع المنتخب الوطني. فمن حقك انك تشجع، ولكن من الواجب عليك انك تستري، ومن الواجب عليك انك تبقي في الدار ديالك. والرسول عليه الصلاه والسلام الله عز وجل كيقول: وقرن في بيوتكن، جلس في الدار ديالك. وهذا الشيء هذا ماشي نتوما هما المسؤولين عليه الاولين، فحتى الدوله راها مسؤوله. علاش حنايا ما نتفرجوش؟ ولا علاش ان الدوله ما تشريش المباريات وتخلي الجمهور المغربي يتفرج بلا شيء في الدار ديالو؟ من حق ان المراه تتفرج والبنت تتفرج والامهات والجدات ديالنا وكل شيء انهم يجلسوا في الديور ويتفرجوا ويشجعوا الفريق الوطني. فعلاش الدولة أنها ما تشريش جميع المباريات اللي كيلعبها المنتخب الوطني؟ كل مباراة تشريها باش أن النساء ديالنا يبقاو جالسين في الديور ديالهم. فكنتمنى من المنتخب الوطني المغربي أنه يمشي بعيد في هذه الدورة هذه، نتمنى أنه يمشي حتى للنهاية، ولما لا الحلم الكبير. ولكن كنتمنى أيضا من الدولة باش أنها تشري المباريات اللي مازالين المنتخب الوطني المغربي وتفرح الامهات والبنات ديالنا داخل البيوت، حسن ما يخرجوا للقهاوي ويجلسوا مع الرجال ويتخلطوا معهم ويشموا من نسمه الكارو. وايضا كيف ما قلنا سابقا يسمعوا شي الفاظ اللي ما كتليقش بالسمعه المراه المغربيه. كنتمنى باش يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم والرساله تكون وصلت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.